ازيكم اخباركم ايه؟ معاكم صاني من قناة صاني جي. النهاردة هعمل معاكم فراشة من الصلصال. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ احنا نقول الأدوات اللي هنستخدمها معانا. هي صلصال طبعا، والألوان اللي هتبقى مستخدمة في الصلصال أزرق، بينك، لون بيج كنا مستخدمينه قبل كده مع كنا بنعمل بيه كيس من الخروف، والأبيض وأسود. حاجات تانية برضو إضافية زي سلكة الودان، نستخدمها عشان نعمل بيها يعني ندعم بيها الجسم بتاع الفراشة. مقص عشان نقطع الأطراف دي، سكينة عشان السكينة اللي هي اللعبة اللي بتيجي مع الصلصال دوت، عشان هنعمل بيها شوية ملامح للفراشة. آخر حاجة مية عشان في حالة لو الصلصال بدأ ينشف معانا، منخلوش ينشف ونخليه طري لغاية ما الشغل يخلص، وده باستخدام المية ديت. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنعملها هي أجنحة الفراشة، وهنبدأ بالأجزاء الكبيرة في الجناح. بعد ما هنعمل الأجزاء الكبيرة نعمل الأجزاء الصغيرة بعد كده. بعد كده بعد ما عملنا الجناحين اللي هو الجزء الكبير من جناح الفراشة، نلزقهم في بعض كده بالشكل ده. أنا عملت هنا كيرف في الحتة اللي قدام دي شوية، ده حاجة اختيارية ممكن تبقى يعني ممكن أعملكوا فيديو إن شاء الله طريقة ازاي أعمل فراشة من كذا طريقة، مش شرط طريقة ثابتة، يعني مش شرط طريقتي دي هي اللي تفضل ثابتة، ممكن نعمل بكذا طريقة جناح يعني الفراشة، والطريقة دي بتبقى مختلفة حسب جناح الفراشة تبع كل طريقة يعني. بعد كده بدأنا نعمل الأجزاء الصغيرة من الأجنحة اللي موجودة في الجزء السفلي من الأجنحة، عكس الأجزاء الكبيرة اللي موجودة في الجزء العلوي من الأجنحة. هو البتاع زي ما يكون مجعد شوية، فهنمشي عليه شوية مية عشان ما يبانش انه مجعد، لانه لما بيتجعد كده يبقى خلاص هيبتدي ينشف، احنا مش عايزين انه لسه ينشف، عايزينه يبقى معانا ومرن مش مجعد بالشكل ده. ونحاول نعمل حتت اللي على الجنب على قد ما نقدر. كده خلصنا أول حاجة جناح الفراشة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنضيف شوية تفاصيل فيه، نضيف مثلا زي ما يكون نقط زخارف أي حاجة، تبقى زي ما تكون كور على جنب كده هنا، أو شوية خطوط. أنا هفضل المرة دي في الفراشة بتاعتي أضيفلها شوية كيرفز لون البينك. للأسف اللون لما طلع مني كان ناشف شوية، برضه من عيوب الصلصال دوت إنه لما يعني بيتركن كتير بينشف، فعشان كده لازم منركنوش كتير ونستخدمه من وقت للتاني. طبعا أنا أصلا بحب الصلصال جدا، بس عشان
مكانش عندي وقت الفترة اللي فاتت فمكنتش يعني بستخدمه كتير ولا يعني كنت باركنه دايما يعني، فعشان كده هو ركن معايا ومشي بالمنظر ده. أهم حاجة أنا نسية معلش، بس نصيحة مهمة جدا جدا يعني، ياريت متنسوش الأكياس مفتوحة كده اقفلوها كويس عشان مفيش هوا يخشلها وفي الآخر تتنشف. بص احنا هنفضل نضيف مية لغاية ما قوام الصلصال ده يبقى تاني يعني مرن شوية، مش شرط 100% بس يبقى شوية قادر يعمل يشد معاك ويدي معاك كده أو يدي معاك يعني زي بالشكل ده، يبقى معاكوا بالمنظر ده. بعد كده نعمل بقى شكل الكيرفز بس أنا عايزة أعملها. كل ما حسيتوا إن الصلصال نشف معاكوا ومبقاش مرن نحط مية يعني عشان تعرف الحاجة يعني تعرف تدي وتاخد وتدي معاكوا يعني في الحركة يعني. أنا استخدمت اللون البينك في عمل زخارف لولبية تزين بيها الخلفية بتاعة الجناح الأزرق. الفكرة ان انا عايزة اوصل الكيرف لغاية النقطة دي عشان دي نقطة مهمة جدا استفيد بيها بعدين يعني، ده لما نيجي نبتدي نخش بقى على جسم الفراشة. مجرد بس بشوف هل الطول كده تمام ولا لأ، كده نحط بقى كيرف نفسه على الحتة دي ان شاء الله هتتدارى يعني متقلقوش تدارى مش هتبقى باينة الجزئية دي يعني. دي هظبطها شوية عشان حتة اللفة دي ملخبطتش اوي، ان شاء الله نحطها تاني. ايوه معلش بقى انا هبدل اللون ده القديم بلون جديد افضل عشان يدينا نتايج افضل، لان ده حتى يعني برضو من عيوبه حتى لما يعني بمشي عليه مية بيبقى فيه شوية كلاكيع جوه او حاجات كده بتخلي الشكل مش منتظم مش شكله مرن، فانا هستخدم حاجة جديدة افضل. حاولوا بس ما تركنوش حاجاتكم او وتقفلوها كويس عشان بعد كده تعرفوا تستعملوها تاني متركنوهاش كتير. يعني لما تيجوا مثلا تشتروا صلصال فوم زي ده هو متوفر في المكتبات بشكل كبير يعني لما تيجوا تشتروه من أي مكتبة تشتروه أول بأول يعني متجيبوش مثلا كمية وتركنوها لأ، جيبوا مثلا الكمية الأولى يعني مثلا هجيب كيس بعد كده اشتغل بيه بقى مركنوش اشتغل بيه إن شاء الله كل شهر يعني حتى
زي ما انتم ملاحظين دلوقتي الحاجات الكيرفز اللي انا بعمل بيها زينة دي بدأت يعني قادرة اتعامل معاها، بس يعني مش زي اللي فاتت، ان الصلصال هنا مرن ولسه جديد، يعني لسه مثلا مبدأش يركن كده. يعني انا جايباه تقريبا، يعني جايباه في حسب ما فاكرة من الاسبوع اللي فات، فملحقش يركن، لكن ده ممكن كنت جايباه من شهر ولا شهرين الكيسة دي. مهم جدا منركنش الصلصال ده، مننساهوش بقى، يعني منقعدش نجيبه وننساه، نشتغل بيه من أول بقى. دي طبعا أحد الطرق، يعني أنا في الفيديو ده بشرح ازاي أعمل فراشة بالطريقة الأولى اللي هي مثلا بالطريقة دي مثلا، يعني أعمل بجناحاتها باللون ده وإن أنا أعمل كيرفز بالطريقة دي. طبعا هتقولوا إن ده الحتة دي شكلها وحش وإيه الدوشة دي، متقلقوش، نصلح كل حاجة لما نيجي نحط الجسم بتاع الفراشة. الجسم بتاع الفراشة سهل جدا، مفيهوش أي تعقيد، كل اللي هنعمله أول حاجة هنقص الحتة دي، تمام، قاعد برا مفيش مشكلة، يعني هجيبها بعدين، تمام. ادي الجسم اهو، قصينا الجزء الأجزاء بتاعت القطن اللي هنا دي عشان نبتدي نعمل جسم الفراشة. جبت لون بيج، يعني حسيته درجة أفضل شوية وأليق على ده، فنستخدمها على جسم الفراشة. مش شرط لون بيج، ممكن يعني يستخدموا لون أسود، لون أبيض كده، بس أنا حبيت أستخدم لون بيج يعني. نطلع شوية كمية كده، بعد كده بعد ما نطلع مننساش نقفل الكيس، أنا دايما هقولها لكم عشان يعني الإنسان بطبعه بينسى يعني أنا دايما بفكركم بالملحوظة دي. هنلف بقى الصلصالة بالعصاية دي، نعمل كده، الزيادات نطلعها برا. وفي حاجة مش يعني العصاية مش متدارية كويس، يعني لازم تبقى الصلصال كله لافف حوالين العصاية، لو مش متدارية كويس نحط صلصال تاني. كده خلصنا جسم الفراشة، بس قبل ما نحط الجسم نفسه نعمل الراس. بس بسيطة قوي يعني، كله نعمله هو هنعمل قطع نحولها لشكل كورة. مش شرط تعملوا تدعيم للحاجة، بس ده أفضل إنها تدعم عشان يعني تبقى ماسكة نفسها وما تفكش بسهولة. كده الجسم ده جسم الفراشة، بس قبل ما نلزق جسم الفراشة على الجزء ده كده ممكن نعملها سمايل فيس كده، بس بالشكل ده. خليها مبسوطة زي شايفين، وبعد كده نحط لها عينين وبق. عشان كده استخدمنا اللون الأبيض، ممكن نستخدم اللون الأبيض في حاجة كنت عايزة أعملها برضه، بس هي مش اوبشن، يعني مش حاجة ضرورية، بس ممكن تعملوها. ممكن نحط زي ما يكون أبيض على الحتت دي كأنها بتلمع مثلا، كأن الجناح بيلمع، بس بشكل عشوائي، نقط تكون صغيرة قد ما تقدروا، تصغروها خالص، أو ممكن يعني تخلوها صغيرة أو حتى كبيرة زي دي كده، تنوعوا يعني. ممكن تنشروها بشكل عشوائي، مش شرط شكل منظم. مكتروش برضو أوي يعني، بس هدفها إن أنا بقول إن جناح الفراشة بيلمع.
بس حبيت أعدل في شكل جناح شوية، خليه كده. بالظبط. ممكن نحط شوية أبيض هنا عشان نخلي الشكل أفضل وجميل. كل مرة أقولكم لما الصلصال ينشف اوعوا تنسوا، يعني تنسوا تبلوه عشان ما ينشفش منكم، تعرفوا تستخدموه. متقسوش عليه أوي برضه، يعني كل شوية اقعدوا وقفوا يعني يمسكوا فيه، يعني دعكوا فيه. مكانش طلع حلو أوي فأنا عدت عليها تاني. بس أهم حاجة أتعلم في أساسيات الجناح دوت، إن أنا عملت جناح بالشكل يبقى فيه جزء كبير وجزء صغير زي ما أنا شرحت في الأول، إن احنا نعمل جزء كبير وجزء صغير. وأهم حاجة جسم الفراشة، إن هي المايسترو في المكان ده، يعني بتاع هو الجسم بيشيل أي حاجة بقى، بيشيل مثلا بيشيل الفروة زي الحروف اللي احنا كنا عاملينه مثلا، دي هتشيل الجناحات كده يعني. ده شيء مهم منساهوش. كده يعتبر خلصنا خلاص الجسم اهو زي ما انتوا شايفين. خلاص فاضل ان احنا نعمل العينين بتاعة الفراشة كده. دي انا حطيت اول حاجة كورة كده بيضة، وكده نحط الكورة التانية اهي. نظبط بس شكل العين عشان ميبقاش فيه عين أكبر من عين، بالشكل ده كده. قلت أظبطها كده على قد ما أقدر. بعد كده هنعمل النني بتاع الفراشة. نرجع بس الجزء الأبيض ده عشان مينشفش. احنا خلاص مش هنرجع للأبيض تاني إن شاء الله يعني، أو هنرجع له بقى في الآخر شوية يعني، مش هنستخدمه كتير تاني خلاص. استخدمناه في الفكرة. بس نقطة صغيرة أوي عشان النني. بالظبط كده، نعملها كأنها بص على جنب كده. حاجة نعمل حاجة مميزة برضه للفراشة، يكون استشعار. شوف كده طويلة بزيادة، هو مفيش طول معين بس أنا بشوف هل هي يعني بالنسبة والتناسب كده هل هي مناسبة ولا لأ. عملنا ادي قرن، فاضل نعمل قرن تاني بالشكل ده كده. زي ما انتوا شايفين اهو. فاضل بقى يعني دي حاجة اوبشن برضو، مش شرط تعملوه بس عشان الشكل، حابة اعملها عشان الشكل يطلع افضل، هو ان انا احطها زي ما تكون في لمعة على عينيها بالشكل ده كده.
دي برضه حاجة optional برضه عشان يعني دي مجرد اللمسات الأخيرة عشان نخلي الشكل حلو مش أكتر يعني، بس ممكن عادي متعملوهاش برضه. يعتبر كده خلصنا، فاضل بس نلزق الفراشة على الجناحات بتاعتها. ممكن نعملها خطوط مثلا. كده كده، وبما انها بدأت تنشف فانا هحط عليها شوية مية عشان تلزق الجناح نفسه. نعمل بس تبعد الجناح يعني الجناحات شوية عنها كده عشان متبقاش لازقة فيها اوي. كده زي ما انتوا شايفين خلاص خلصنا عمل الفراشة بتاعتنا. دي أحد الطرق اللي نقدر نعمل بيها فراشة من حيث بقى طبعا شكل الجناح، لكن بيبقوا متشابهين بس في الجسم. ممكن كمان نغير شكل الجسم شوية، مثلا في فراشات بيبقى عندها زي ما يكون فروة فوق أو حاجة زي مش عارفة اوصفها ازاي، شبه حاجة شبه الفروة كده بتبقى محطوطة ما بين الجسم نفسه والراس. عموما أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو ده، وإن شاء الله هعمل فيديوهات كتيرة عن الصلصال، وإن شاء الله ممكن أعمل لكم فيديو يا إما مختلف عن يعني مختلف يعني ملوش علاقة بإزاي أعمل فراشة بالطريقة التانية بالطريقة التالتة أو كده، يا إما ممكن أعمل فيديو إزاي نعمل فراشة بالصلصال بالطريقة التانية. كده خلاص عملنا فراشة بالطريقة الأولى. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك للفيديو، لو لسه مش مشتركين ياريت تشتركوا في القناة. أشوفكوا في الفيديو الجاي. يلا سلام.